ماشي حبيبي، يلا سلام. عايز حاجة؟ مع ألف سلام. كنت بتكلم مين يا لوز؟ ده موز كان بيشكرني وبيشكر بابا على الرحلة وكده. رحلة ايه؟ نعم يا اختي، انت شكلك بتستهبلي. رحلة الأهرامات يا بنتي، لا حول ولا يا رب. افتكرت. ممكن يا لوز تحكي لي اتعرفت على موز ازاي بليز؟ ليه يعني؟ عادي يا لوز، بنتسلى عبال ما الست الكل تخلص الاكل عشان ارجع انا قوي بصراحه. ماشي. كان يا مكان، يا سعد يا إكرام. لوز انت شايفني عيله عندها سنتين؟ احكي وانجز يا لوز، كلها نص ساعه والاكل يخلص. يا ربي يا ستي، ما تروحي تمسكي تليفونك ولا تعملي اي حاجه. انت مش لاقي حاجه تتسلي بيها فكده تتسلي عليا. روحي شوفي تليفونك يا ستي. عايز يشحن وانا بقى مش متحركه من هنا غير لما تحكي لي اتعرفت عليه ازاي. حاضر. بص يا ستي، انا نزلت الشارع قبل كده لقيته في وشي فاتصاحبنا وبقينا اصحاب بس خلاص. انت بتستعبط يا لوز؟ فاكرني فستق ولا ايه؟ هصدق الهبل ده؟ قول بقى بدل ما امشي. ما تمشي انت اصلا اللي عايزه تعرفي. طب خلاص قول وانا مش همشي. هبله بس اختي، اعمل ايه بس؟ اللي حصل كالاتي. فلاش باك. يا ولاد، في ماتش مهم الاسبوع اللي جاي مع فريق الوحوش، فاكرينهم اللي كسبونا اخر مره؟ المره دي بقى لازم نكسب باي طريقه، انتوا فاهمين؟ لازم نكسب. كنت بتدرب كل يوم في التمرين، مش عارف ازاي ما شفتوش قبل كده. ولو يوم ما فيهوش تمرين بتمرن في البيت عشان استعد. بس قبل الماتش بيوم كنت نايم متاخر عشان كنا خارجين كلنا، فللاسف رحت متاخر شويه تقريبا على الشوط التاني. يلا يا موز دخل الجون. ايه اللي انت هببته ده؟ ايه العرف ده يا ابني؟ ايه الشوطه دي؟ امال لو ما كنتش من احسن اللعيبه اللي عندي كنت عملت فينا ايه؟ يا كابتن، يعني ايه الولد يخش عليك كده وانت شوط الشوطه اللي زي الزفت دي؟ انا اسف قوي يا كابتن على الشوطه دي. ايه ده؟ انتوا ازاي كده؟ ها؟ انت ليك توأم يا لوز وانا معرفش؟ لا انا معرفوش. ولا نعرفه. يا نهار ابيض، هو انتوا عارفين في كام واحد في الملعب؟ 10 وانا والواد ده. الواد ده؟ ما تحترم نفسك يا جدع انت. يا لهوي، ايه ده؟ ده احنا كده في مصيبه. انتوا عارفين ايه المشكله اللي وقعنا فيها؟ احنا كده 12 في الملعب. قول لي بسرعه، مين اللي لعب الشوط الاول؟ انا يا كابتن. خلاص يبقى لوز اللي يلعب الشوط التاني. خش سخن عقبال ما الاستراحه تخلص. يلا روحوا انتوا. يا موز اوعى تظهر انت ولوز في حته، اوعوا تظهروا انتوا الاتنين مع بعض غير لما الماتش يخلص. حاضر. يلا يا ولاد اجهزوا يلا. يا ابني اللي انت عملته دي يا ابني مش انا، والله مش انا. ما تحلفش يا كداب، انا شايفك وانت بتضيع الجون بغباء. يوه اسكتوا، انتوا مش فاهمين حاجه. يبقوا فكروني لما نتجمع بحكي لكم كده. ويلا بقى نركز في الماتش. ممكن تفهمني لو سمحت انت عملت ايه مخلي كل الناس هزايتني بسببك؟ معلش يا صاحبي، هو واحد من الفريق التاني اتدخل عليا، رحت شايط شوطه متخلفه قوي يعني، حقك عليا. طب اتفضل بقى تعالى معايا عشان نقول لهم عشان اتهزقت كميه تهزيق بسببك مش قادر اعدها. ماشي يلا. بس يا ستي وحكيت لهم على كل حاجه وخلاص. وعلى كده بقى صدقوك ولا ايه؟ طبعا كميه الاندهاش على وشوشهم كانت كتيره جدا، بس الحمد لله لما حكيت لهم الموضوع اول مره ما صدقونيش، وتاني مره كانوا لسه شاكين، وعشان التالتة تابتة بقى صدقوني. طيب كمل، حصل حاجه تانية؟ ايوه يا بنتي، ده الكابتن كان عايز يمشي واحد مننا عشان كلام الناس. يا لهوي، وحد فيكم مشي ولا ايه؟ هقول يا كابتن ايه اللي هيجرى يعني لو احنا الاتنين كملنا مع بعض؟ ايوه يا كابتن، احنا الاتنين بنلعب حلو، حرام. انتوا عارفين انا صوتي اتنبح قد ايه عشان عمال احكي للناس القصه بتاعتكم؟ كل كابتن يعدي يسالني انتوا ازاي انتوا الاتنين مش توأم؟ دول فاكرينكم اصلا شخص واحد. طب انا عندي حل كويس. قول يا حادق. انا قلت لاهلي وماما قالت لي اعمل شعري بدل ما انا عامله زيه كده اعمله على الجنب. ها ايه رايكم؟ انا شايف ان ده حل سليم جدا، وانا ممكن اغير النضارات ولا حاجه. ماشي اما نشوف. يلا قدامي عشان التمرين عدى نصه. شكرا قوي انك تطوعت وعملت شعرك على جنب. العفو على ايه يا عم، الموضوع كله كان غلطتي اصلا من الاول. لا يا عم ما تقولش كده، عادي، ما انا كمان جيت متاخر. بس يا ستي وفضل الحال على كده، يستناني نروح سوا، انا استناني نروح مع بعض، وبقينا كده لحد ما اتصاحبنا، وبعدها بقينا اعز اصحاب. وتوته توته خلصت الحدوته. حلوه ولا ملتوته؟ يلا عشان الغدا يا ولاد، والحلوة قشطوطة. ولو انتوا ذاكرتكم قوية، ايه اسم الفريق اللي فريق لوز وموز كسبوه؟ ومين اللي قال لموز يغير تسريحة شعره؟ ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من يوميات عيلة المكرمشات.